السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الزمالك القادمة مع طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد تعادل فريق الزمالك مع فريق الداخلية في المباراة السابقة بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهة الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل هدف الزمالك في هذه المباراة عن طريق اللاعب سيف الدين الجزيري. ويستعد فريق الزمالك بعد هذا التعادل لمواجهة فريق طلائع الجيش في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة المباراة المؤجلة من الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز فريق الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة من 28 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 8 مباريات وهزم في 7 مباريات، ليكون الفارق 6 نقاط بينه وبين فريق الأهلي متصدر جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 27 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وهزم في 11 مباراة، ليكون الفارق 21 نقطة بينه وبين فريق الزمالك. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 30/5/2023 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 7 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفلسطين، 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.